حضرتك أنا بس تصحيح المعلومة، مفيش حاجة اسمها مراهقة بعد سن 50 أو مراهقة بعد سن 40 أو مراهقة بعد سن 60. الناس ممكن تكون يختلط عليها الأمر ويفتكروها إن هي مراهقة، ولكن حقيقة الأمر الواحد كل لما بيكبر في السن بيكتشف إن في حاجات كتير قوي فاتته، وفي أحلام كان نفسه يحققها ما حققهاش، وحاجات كان عايز يعملها ما عرفش يعملها فبيعملها وبيحاول يحقق الأحلام اللي فاتته. ده ما يتقالش عليه مراهقة، ده يتقال عليه إن هو بيحاول يستمتع بأيامه اللي هو عايشها، وإن هو يحقق حاجات كان نفسه يحققها من زمان. ملهاش دعوة خالص بالمراهقة. كونه ان هو يهتم بلبسه، كونه ان هو يهتم بنفسه، كونه ان هو يهتم بشكله، كونه ان هو يحاول يحقق احلامه، وكونه ان هو يحاول يعمل انشطة غير الانشطة اللي هو متعود عليها، ده ما يقللش منه ولا يخليه يتقال عليه مراهق خالص. بالعكس، ده واحد بيحاول يحقق او واحدة بتحاول تحقق احلامها وطموحاتها اللي فاتتها. هل ده غلط؟ هل ده يستدعي ان احنا نطلق عليه لقب مراهقة؟ اطلاقا. بشكر.